أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من يوميات محامية. طبعا كلنا شفنا وسمعنا عن الوقفات الاحتجاجية للمحامين أمام المحاكم وإضرابهم عن توريد الرسوم في خزن المحاكم. يا جماعة، الرسوم القضائية زادت زيادة غير طبيعية، بقت زيادة 500%. أيوة، زي ما انتوا سمعتوا، الزيادة 500%، يعني ما زادتش 50% ولا 100%. لأ، ده بقى أي إجراء بيتعمله في المحكمة برسم. حتى الإعلان اللي كانت من غير رسم بقت برسم. الصيغة التنفيذية اللي كنا بنستلمها من غير رسم بقت برسم. مراجعة الحوافظ والمستندات اللي كنا بنقدمهم من غير رسم بقت برسم. تخيل بقى انت معايا كده، لو القضية محتاجة مثلا 30 مستند، كل مستند بورقة، يعني 30 ورقة. اضرب ال30 بقى في ال33، رسم الورقة الواحدة 33 جنيه. بحسبة بسيطة كده هيطلع المبلغ 990 جنيه. ده بند مراجعة حوافظ بس. تخيل بقى ان اما يكون ده مراجعة الحوافظ بس، في عندك رسم رفع الدعوة، وفي عندك التصوير، وفي عندك الدمغات، وفي عندك الإكراميات، وفي عندك رسم الصور الرسمية. كل ده عبء مادي على المحامي، مش على المحامي وبس، على المحامي والموكل اللي هو المواطن الغلبان اللي بيلجأ للمحاكم عشان ياخد حقه بالقانون طبقا للدستور. في الحالة دي بقى، لما الرسوم القضائية تغلى كده، الناس هترفع دعاوي؟ بالطبع لأ. الناس هتمتنع عن رفع الدعاوي، وبكده مش هيبقى فيه وجود للقانون. وفي ظل غياب القانون في الحالة دي اللي هينتشر البلطجة. ليه؟ لأن ساعتها البلطجة هتبقى أرخص من أسعار أو رسوم التقاضي. يا جماعة، الناس مش ناقصة عبء مادي زيادة في ظل الظروف الاقتصادية اللي بتمر بيها البلد. احنا لما حاجة بتغلى بنستغنى عنها. طب اما الرسوم القضائية تغلى، هنستغنى عن التقاضي وعن المحاكم وعن رفع القضايا، ولا هنعمل ايه؟ المسؤول عن فرض زيادة الرسوم القضائية للأسف اتعامل مع القانون على انه سلعة، وده للأسف إهانة للعدالة والقانون. وكمان خلى صاحب الحق عاجز ان هو يقدر ياخد حقه بالطريقة اللي شرعها له الدستور والمشرع بالقانون. يا جماعة، للأسف التقاضي في مصر بقى لمن استطاع إليه سبيلا. أتمنى صوت كل محامي ومحامية في مصر يوصل لوزير العدل، يوصل لرئيس الوزراء، يوصل لرئيس الجمهورية، عشان المشكلة دي تتحل. لأن الموضوع ده ما يخصش المحامين بس، ده يخص المواطن كمان. والمواطن مش هيقدر يرفع أي دعوة في ظل زيادة رسوم التقاضي اللي صدر مؤخرا، ولا هيقدر ياخد حقه. يا جماعة، ما تخلوش التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.